أنا اتجوزت من 5 سنين وما خلفتش، وجريت كتير عند دكاترة قالولي مفيش أمل وعمري ما هخلف. وفي يوم جوزي قالي عاوزين ننقل عشان ندهن الشقة ونجدد الديكور عشان بقى ممل. قلتله هو شكله حلو كده. قالي لأ، عاوزين نجدد. المهم شافلي شقة جنب بيت أهلي ونقل العفش كله وراح اتجوز في شقتي. لما عرفت الخبر قلتله ليه معرفتنيش الحقيقة انك عايز تتجوز؟ قالي كنت خايف على مشاعرك. قلتله انا افرح لك لما تكون نفسك تخلف. قالي اللي حصل حصل، ومهما كان انتي عشرة عمري. فاتت الايام وسمعت خبر ان مراته التانية حامل. جالي وقالي باركيلي انا هكون اب. قلتله من كل قلبي اتمنى يكون طفل جميل زي باباه. عدت الأيام وجاء قال لي أنا آسف مش هقدر أكمل معاكي. قلت له ليه؟ قال لي هكون أب وورايا مسؤوليات ومش هقدر أصرف على بيتين. قلت له خليني على ذمتك وملكش دعوة بمصاريفي، هشتغل وهصرف على نفسي. قال لي ما ينفعش. قلت له خليني على ذمتك ما تسيبنيش. قال لي الحمل تقيل عليا وطلقني، رغم إنه موظف عالي ومرتبه يفتح 4 بيوت، وطلعني من شقة التمليك وسكنني في إيجار. عشت أيام صعبة وقلت خلاص بقيت وحيدة. مع الوقت بابا قدم لي على وظيفة حكومية اتقبلت فيها وابتديت أخرج وأروح الشغل. بعد فترة اتعرفت على زميل ليا في الشغل، سألني عن ظروفي، حكيت له عن حياتي. المهم في يوم من الأيام زميلي طلب يتقدم لي. ما كنتش مصدقة نفسي، انت ازاي هتتقدم لي وانت ما اتجوزتش قبل كده وتاخدني مطلقة وكمان عقيمة؟ قال لي أنا اتعلقت بيكي وما يهمنيش الأطفال قد ما يهمني إني أعيش معاكي، واتجوزته. وبعد مرور 3 شهور تعبت فجأة، رحت أكشف الدكتور. قال لي مبروك انتي حامل في شهرين. ما كنتش مصدقة، أنا بجد حامل. الخبر فرحني بس قلت أتأكد عند دكتور تاني وبرضه أكد لي إني حامل. وسط ده كله الناس فضلوا يزوروني ويباركولي وسجدت لله شكرا وفضلوا عليا، رزقني بوظيفة وزوج أحن عليا من أبويا وأمي، وأخيرا هكون أم.